السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. مين يتوقع ومين يصدق إن الوافل الجميل ده معمول من غير مكنة الوافل أو الوافل ميكر؟ عايزة أقول لكم إن هو حلو جدا وما شاء الله النتيجة مبهرة جدا من غير المكنة ولا أي حاجة خالص. بحاجة بسيطة جدا هنعمل أحلى وافل، وكمان هنعمل مع بعض صوص اللوتس بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا عشان خاطر المقاطعة هنعمله بطريقة سهلة جدا وكمان بمكونات بسيطة قوي، من غير بقى لبن مبخر ولا لبن مكثف ولا اي حاجة خالص. يلا مع بعض نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس في البداية اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. يلا مع بعض نشوف المكونات. اول حاجه المكونات معايا بسيطه جدا. معايا كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معايا نص كوبايه من الحليب او اللبن، معايا ربع كوبايه من الزيت، حبه بيض، فانيليا، ومعلقه كبيره من السكر، سكر حبيبات عادي جدا. في البوله هحط على طول البيض، هحط الفانيليا واحط السكر والزيت. هبدا بالمضرب اليدوي هقلبهم مع بعض لحد ما كل حاجه تتجانس مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يتجانسوا مع بعض هنزل على طول باللبن عادي بدرجه حراره الغرفه وهقلبهم مع بعض برده كويس جدا. اول ما يتجانسوا مع بعض هنزل بالنشا والدقيق والبيكنج باودر. طبعا الدقيق انا كنت نخلاه قبل كده. هبدا برضو ان انا اقلبهم لحد ما كل حاجه تتجانس مع بعض. فالقوام معانا تقيل لسه، فهحط ربع كوبايه من الميه المغليه تكون سخنه جدا. حابه تستبدليها بحليب برضو مفيش مشكله، اغليها وحطيها. ربع كوبايه بس مش اكتر من كده. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما كل الدقيق يتفك معانا ونوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنعمله ازاي بقى من غير مكنه الوافل؟ هنستخدم القالب السيليكون ده، بتشتريه من اي مكان. عايزه اقول لكم انه تقريبا ب20 جنيه حاجه كده، فانت هتوفري جامد جدا. هبدا كده بشويه من الزيت والفرشه هدهنه كويس جدا وحطاه في صينيه المونيا يسهل عليا ان انا ادخله واطلعه من الفرن، بس مش اكتر من كده. بعد ما ادهنه بقى هبدا بالكبشه كده. هبدا ان انا اخد شويه من عجينه الوافل احطها على طول واغطي كل قالب الوافل بتاعنا بالشكل ده. تمام، تغطيه كويس جدا زي ما انتم شايفين. والكميه دي هتعمل معايا 4 وحدات بالظبط. هبدا بقى ان انا اخبطه كويس جدا عشان اطلع منه كل فقاعات الهواء، ادخله الفرن هسويه زي ما اكني بسوي اي كيكه بالظبط. هيطلع معانا على طول بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اقلبه واسيبه لحد ما يبرد. طيب سويته على ايه؟ دخلته في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لحد ما يبدا معانا ان هو يستوي. مش بشغله الشوايه ولا اي حاجه خالص، هو بياخد لون لوحده. طيب صوص اللوتس معايا 125 جرام من بديل اللوتس. انا استخدمت النوع ده، استخدمت منه كيسين الا بسكوته. نص كوبايه من الحليب، ربع كوبايه من اللبن البودر، معلقتين من السكر، ومكعبين من الزبده. في الكب على طول هحط البسكوت وهبدا ان انا اضربه كويس جدا لحد ما ينعم معانا تماما. تقدري تعمليها في الخلاط مفيش اي مشكله خالص. بعد كده معلقتين السكر هحطهم في طاسه صغيره، هبدا ان انا اكرملهم على نار هاديه لحد ما ياخدوا معانا اللون الذهبي الجميل. كمان هحط ربع كوبايه اللبن البودره على نص كوبايه الحليب وهقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. كده خلاص كل المكونات بتاعتنا جاهزه، والبسكوت معانا بقى ناعم تماما وبقى زي الفل. هنزل على طول بمعلقتين السكر اللي انا كرملتهم، عليهم على طول اللبن البودره واللبن الحليب ومكعبين الزبده بدرجه حراره الغرفه. هضربهم مع بعض كويس جدا وخلاص كده صوص اللوتس جاهز معانا. عايزه اقول لكم اللهم بارك، حلو جدا، القوام بتاعه جميل قوي، وكمان التست بتاعه في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. الكميه كبيره جدا واقتصادي وحلو قوي. بحفظه ازاي؟ بحطه في علبه وبدخله التلاجة ويقعد معاكي اطول فتره ممكنه. عايزه اقول لكم ان هو اصلا من جماله مش هيقعد خالص. خلاص بقى الوافل بعد ما برد معانا قطعته بالنص بالشكل ده. وهبدا ان انا احط بديل نوتيلا، اي نوع شوكولاته قابله للدهن. هبدا ان انا ادوبها بس في الميكرويف حاجه بسيطه ربع دقيقه مثلا، وبعد كده هعمل عليها خطوط بالشكل ده. وكمان زبده اللوتس اللي احنا عملناها او صوص اللوتس انا برضو دوبت شويه في الميكرويف عشان يبقى سهل معايا ان انا اقدر اشكل بيه. وهحط بقى بديل اوريو متكسر وبديل بسكوت لوتس متكسر برضو. وخلاص كده الوافل بتاعنا يبقى جاهز. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. عايز اقول لكم ان هو لذيذ جدا. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.